السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتة على الماشي كده لو سمحت. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: ما رأينا أحدا مهاجرا إلا في الخفاء. يعني كل اللي هاجر كان في الخفاء، إلا مين بقى؟ إلا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لقى اللي هو لو هاجر في الخفاء ده دليل على الضعف، واحنا المفروض أسلمنا، المفروض الإسلام يقوينا يعزنا أكتر ما احنا كنا أقوياء، وبالفعل عمل كده. قال لك لا، انا عمري ما هبين ضعف الاسلام ابدا، ولا عمري هضعف قدام الباطل. بالفعل نزل على الكعبه وطاف بالكعبه وصلى في مقام ابراهيم، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وبدا يعدي على اهل قريش حلقه. كل حلقه يدخل عليها يقول ايه؟ يقول لهم ايه؟ شاهت الوجوه وارغم الله هذه المعاطس. يعني ايه؟ يعني الانف دي، المعاطس اللي هي الانف، الانوف ديت هتتمرن في التراب ان شاء الله. من يريد منكم ان تثقل امه او ترمل زوجته او يتم ولده فليلقني غدا خلف هذا الجبل بعد صلاة الظهر فاني مهاجرا. ما فيش ولا واحد رد عليه. ليه؟ لقوا فيه كلامه ثقة، لقوا فيه عزة، لقوا فيه شجاعة، لقوا فيه قوة، وقوته زادت قوة مع إسلامه. تمام؟ حتى كمان في ناس استمدوا منه القوة. يعني ضعفاء المسلمين بيقول لك ما كناش نقدر نصلي في الكعبة ولا نطوف في الكعبة إلا بعد إسلام سيدنا عمر. حتى الله سبحانه وتعالى هو بيكلم الرسول كان دايما يقول له: حسبك الله، حسبك الله. يعني يا رسول الله أنت معك الله. بعد إسلام عمر قال إيه الله سبحانه وتعالى للرسول؟ إيه؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معرفش المؤمنين أو المسلمين، ما أعرفش. ده معناه إيه؟ أنت بقى معاك رجالة، بقى معاك ناس أقوياء بعد الله سبحانه وتعالى، هم في ظهرك، هم معاك. فده معناه إيه؟ عزة للإسلام، حاجة كويسة جدا، حاجة قوية. سيدنا عمر يقول لك: أنا ليه أمشي ضعيف؟ إحنا إسلامنا يقوينا، لو اتبعنا اسلامنا صح هيقوينا. حتى لما كان رايح، ما هو من اسباب عزته يعني القوي ده والحاجه ده في مواقف تانية رحيم جدا ومتواضع جدا. يعني لما كان رايح عشان يفتح المسجد الاقصى، الجمله المشهوره قال له: يا خليفه يا امير المؤمنين على سيدنا عمر، قال: انت اركب وانا امشي، يعني ونغير الثياب لان انت ثيابك مقطعه وكده، والنعل بتاعك اتقطع يعني شكل وحش جدا. فرد عليه المقولة المشهورة، قال له ايه؟ نحن قوم اعزنا الله بالاسلام لو ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ولو ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. يعني احنا لو احنا جبنا العزة من لبس كويس، عربية كويسة، بيت حلو، تمام كده، الذهب، الياقوت، الحاجات ديت خدنا منها العزة، ربنا هيذلنا. ده عدل ربنا. لكن لو اخدنا العزة من اسلامنا وقوتنا محدش يقدر يجي ناحيتنا. شوف سيدنا عمر ما كانش معاه فلوس، ما كانش فيه كذا، المسلمين كانوا مستضعفين، بس علشان اخذ القوة من الاسلام اهل قريش كلهم محدش فيهم قدر يرد عليه، رغم ان هم ممكن يتكلبوا عليه ويضربوه وممكن يقتلوه وهم قوة. وسيدنا عمر ما كانش العيلة كبيرة يعني في مكة. تمام؟ فهي العزة كده، الإسلام بيخلي الواحد عزيز، عنده عزة، عنده قوة. فيا جماعة نتبع الإسلام عشان نحس إن إحنا أقوياء أعزاء. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.